بقالي فترة كبيرة جدا مهمل الشغل. ما بشتغلش كتير، بشتغل قليل. اي نعم بشتغل وبعمل كل حاجة، بس بشتغل قليل، ما بشتغلش كتير، مهمل الشغل بطريقة غبية جدا. بس لازم نرجع نشتغل تاني، فلازم نهيئ بيئة كويسة. اول حاجة صحيت النهاردة، خدت دش ساقع. بعد كده كان لازم ننضف الأوضة، نشوف ايه اللي محتاج يتنضف. السرير عندي كان محتاج يتنضف، فبدأت أول حاجة إن أنا أنضف السرير. بعد كده كان تاني حاجة محتاجة تتنضف عندي هي الأوضة، محتاج أكنس الأوضة وأمسحها بحيث إن نهيئ جو برضه، نظافة، نشيل التراب، الكلام ده كله. بعد كده بعد ما نضفت الأوضة كان لازم برضو ننضف المكتب، الحاجة اللي احنا بنشتغل عليها عشان نهيئ جو ملائم ان احنا نشتغل. فنضفت المكتب بقى انضف بكتير جدا من البداية، الأوضة كلها بقت انضف. فكده نوعا ما احنا هيئنا جو ان احنا نرجع نشتغل تاني، نرجع ننتج تاني، يبقى في جو ملائم ان الواحد يشتغل. بس كل ده مش كافي، احنا محتاجين برضو مكافأة على النظافة اللي احنا عملناها عشان بعد كده نعرف نرجع نشتغل تاني. فهكافئ نفسي واكتر حاجة انا بحبها. اوكي، عملت قهوة وجيت. دي المكافأة اللي انا هكافئ نفسي بيها، اهو بسبب ان انا بحب القهوة وكده. المهم انا بقالي فترة الصراحة مهمل الشغل جدا، من بداية رمضان تقريبا وانا مهمل الشغل بطريقة غبية. مش بشتغل كتير، بشتغل قليل، ولما بشتغل قليل بحس ان انا مش بطلع كل طاقتي في الشغل. بحس ان انا حاجات كتير جدا بهملها في الايديتنج، في حاجات كتير جدا في التخطيط، فبهمل بطريقة غبية جدا. وممكن ده يكون ملاحظ في الثامب بتاعت الفيديوهات ان انا مبقتش مهتم بيها، بقيت باخدها سكرين شوت. بعيدا عن ان في بعض الفيديوهات لازم اخد سكرين شوت من الفيديو، لان مش هيبقى السكرين شوت معبره خالص عن الفيديو لو انا ما خدتش سكرين شوت وعملت ثامب مختلفه. ولكن في بعض الفيديوهات اللي بيبقى لازم لها ثامب مختلفه. فانا مهمل في الموضوع ده بقالي فتره من بدايه رمضان، وهو الواحد يعني طاقته حرفيا مستنزفه، مش بشتغل غير قليل. طاقتي كلها ضايعة على السوشيال ميديا، ضايعة ان انا قاعد بس بفكر في حاجات كتير. بالرغم ان ده فخ انا كنت فكرت ان انا خرجت منه، ان انا اقعد في التفكير وكده، ان انا اخد اكشن على طول من غير ما افكر والكلام ده. بس يعني الواحد بيتعلم برضه، الواحد اكيد بيغلط، وده غلط من ضمن الاخطاء اللي انا وقعت فيها. بس النهارده ممكن يكون بداية للتغيير، بداية لان انا ادركت ان انا مهمل في الشغل كتير، ادركت ان انا محتاج اشتغل اكتر، محتاج انظم الوقت اكتر. اكيد الواحد بعد ما بينظم الحاجه بيحصل له انتكاسات، ودي واحده من ضمن الانتكاسات او الوقعات اللي انا وقعتها والغلطات اللي انا غلطتها. فلازم الواحد يرجع تاني يشوف الشغل، يهتم بالشغل شويه، يهتم بتنظيم الوقت وحاجات كتير جدا. ودلوقتي انا مهيئ بيئه للشغل صالحه للشغل، كل الحاجات دلوقتي ما عادش في اي حاجه دلوقتي. عملنا قهوه، كفايه نفسنا، كل حاجه تمام. دلوقتي بقى ان الواحد يبدا يشتغل. بما ان انا زي ما قلت لك بقالي فتره كبيره جدا مهمل الشغل، فقررت ارجع ابدا باول حاجه انا مهملها، ودي اكتر حاجه انا فعلا مهمل فيها، وهي القناه الاساسيه. عشان كده بدات اعمل ايديت للفيديو بتاع القناه الاساسيه اللي هينزل يوم الاحد الجاي، اللي انا المفروض كان هينزل الاسبوع اللي فات، ولكن الحمد لله ان هو ما نزلش الاسبوع اللي فات، بسبب ان اللي انا عملته في الانترو بتاعته واللي هيتعمل في باقي الفيديو ده حاجه انا ما كنتش هعملها اصلا لو كان الفيديو ده نزل الاسبوع اللي فات. الكالر جريد بتاع الانترو دي حاجه ما كانتش هتحصل. الحاجات اللي انا اتعلمتها عشان اعملها في الكالر جريد بتاع الانترو ما كانش يحصل في الاسبوع اللي فات. ففي حاجات كتير اتعلمت، فالحمد لله ان الفيديو ده اتاجل وهينزل الحد الجاي. الحمد لله الفيديو كل القطس بتاعته خلصت، بقى بس بعض الاسس اللي هتحط عليه وبعض الحاجات اللي هتحط عليه. هوريكم بس ايه اول جزء من الانترو، اول كام ثانيه كده، وبعد كده الفيديو هتشوفه يوم الحد الجاي. تعالى اخدك في رحله. كفايه كده، كفايه كده. دي بس ايه اول كام ثانيه كده، اول 6 ثواني من الانترو. اللي باقي الانترو جامده جدا، مش عايز احرقها عليك، ولكن انا عايزك بس تستنى الفيديو ده هينزل الاسبوع الجاي، هيبقى حاجه قويه جدا. انا مبسوط صراحه ان انا بدات ارجع اشتغل تاني، مبسوط ان انا ادركت ان انا كنت مهمل الشغل والسوشيال ميديا اتسحلت فيها والحاجات دي كلها. او المسلسلات بتاعت رمضان للاسف اتسحلت فيها، انا ما كنتش مسحول في بدايه رمضان، ولكن في الاخر بدات دخلت كده، بدات اتفرج واشوف الكلام ده.
فالحمد لله الواحد ادرك في الاخر ان هو مهمل جدا وبدا يرجع يشتغل تاني. فانتظروا شغل وحاجات كتير جدا جايه الفتره الجايه. الريل بتاع الحد الجاي برضه لسه ما خلصتوش، لسه مبدا شغل عليه. ففي حاجات كتير جدا عايز اشتغل عليها. الحمد لله انا ادركت ان انا مهمل جدا وان انا ما بشتغلش زي ما كنت بشتغل، وان انا اهملت الشغل الفتره اللي فاتت. فالحمد لله ان انا راجع اشتغل تاني. شكرا لكل واحد اتفرج على الفيديو ده لحد النهايه. اشوفكم بكره ان شاء الله.